أهلا بيكم. سنة 1963 عرضت قناة ABC الأمريكية الحلقة الأولى من مسلسل The Fugitive، واللي لاقت نجاح كبير أدى إلى استمرار إنتاج المسلسل عشان يمتد لحد سنة 1967 على مدار 4 مواسم كاملة وبإجمالي 120 حلقة بواقع 51 دقيقة للحلقة الواحدة. اترشح المسلسل ل5 جوائز إيمي وفاز فعلا بجائزة أفضل مسلسل لعام 1966، واحتل سنة 2002 المرتبة 36 في قائمة مجلة تي في جايد لأعظم 50 مسلسل على مر العصور. بتدور أحداث المسلسل اللي بالمناسبة اتصور ال3 مواسم الأولى منه بالأبيض والأسود، بعكس آخر موسم اللي اتصور كاملا بالألوان، عن دكتور ريتشارد كيمبل اللي بيلعب دور الممثل ديفيد جانسون، اللي بيتم اتهامه عن طريق الخطأ بقتل زوجته وبيحكم عليه بالإعدام، وعن طريق الصدفة بينجح في الهرب وبيستغل الموقف في محاولة لتبرئة اسمه والعثور على قاتل زوجته. في نفس الوقت بيقوم ملازم الشرطة العنيد فيليب جيرارد اللي بيلعب دور الممثل باري مورس بمطاردة كيمبل عشان يسلمه للعدالة وينفذ فيه حكم الإعدام. كيمبل أثناء التحقيقات قال إن قاتل زوجته كان رجل ذو ذراع واحدة لعب دور الممثل بيل راسيتش، اللي بالمناسبة صنف دور الرجل ذو الذراع الواحدة على إنه في المرتبة ال5 ضمن قائمة مجلة تي في جايد لأكتر 50 شرير في عمل درامي على مر العصور في التصنيف اللي عملته المجلة سنة 2013. وكواحد من أنجح المسلسلات في تاريخ الدراما كان لازم يعاد إنتاجه، ولكن المرة دي كفيلم سينمائي شيق جدا من بطولة النجمين هاريسون فورد وتومي لي جونز. وتعالوا نعرف شوية معلومات عن الفيلم وعن الفروقات بينه وبين المسلسل وعن عالم The Fugitive بصفة عامة. في مطلع التسعينات تبنت هوليوود توجه لإعادة إنتاج المسلسلات التلفزيونية القديمة الناجحة والاستثمار فيها بتقديمها للأجيال المعاصرة عن طريق تحويلها لأفلام روائية طويلة، عشان تشهد سنة 1993 إنتاج الفيلم الرائع The Fugitive بإضافة بعض التغيرات الطفيفة سواء في الحبكة أو الشخصيات عشان تضفي على الفيلم بريق ساحر تميزت بيه أفلام التسعينات. وقع الاختيار على الممثل الكبير هاريسون فورد للعب دور دكتور ريتشارد كيمبل، واللي حوله كتاب سيناريو الفيلم إلى جراح أوعية دموية مرموق من مدينة شيكاغو، بعكس المسلسل اللي قدم لنا دكتور كيمبل على إنه طبيب أطفال في بلدة متواضعة بستانفورد. فورد بيقول إنه تحمس جدا بعد ما وقع عليه الاختيار للعب الدور، على الرغم من إن الدور عرض على عدد من النجوم قبله زي إليك بولدوين وكيفن كوستنر ومايكل دوغلاس ونيك نولتي، اللي رفض الدور بحجة إنه حس إنه سنا أكبر من إنه يلعب الدور، برغم إنه في العالم الحقيقي هو أكبر من فورد بسنة واحدة بس. سر تحمس فورد للعب الدور هو رغبته في لعب شخصية مختلفة عنه. قال في مقابلة سنة 2023 إن واحدة من أسباب حماسه الشديد للدور هو إنه كان عاوز يلعب دور شخص له لحية طويلة وشارب، الأمر اللي كانت إدارة شركة وارنر براذر منعاه منه لفترة طويلة بحجة إنها بتدفع رقم كبير لوجه هاريسون فورد، فكان من الصعب الموافقة على إخفائه وراء الشارب واللحية الكثيفة. لعب فورد الدور ببراعة وإمتاع مش غريب عن فنان بقيمة هاريسون فورد، لأنه ببساطة من الفنانين اللي بتعرف تخليك كمشاهد تلمس مشاعر الشخصيات اللي بيلعبها وتحس بانفعالاتها وتنقلها بين العواطف وردود الأفعال عبر العمل الدرامي. ولما يكون كمان شريكك بالعمل ممثل عظيم بحجم تومي لي جونز، فبالتأكيد ده أمر هيستفز ملكاتك ويخرج منك أفضل نسخك الفنية. قام تومي لي جونز بدور جيرارد اللي اختلف عن المسلسل في اسمه وطبيعة عمله، لأن الشخصية في المسلسل كان اسمها زي ما ذكرنا سابقا هو فيليب جيرارد، وكان عمله هو ملازم بسلك الشرطة، في حين إن جيرارد في الفيلم تحول اسمه إلى ساميول جيرارد وكان عمله هو إنه نائب للمارشال الأمريكي. قام تومي لي جونز بالدور في الفيلم كسهل ممتنع على قدر عالي من الإمتاع والإبهار. حكى النقاد إن جيرارد في المسلسل كان أقرب ما يكون لشخصية المفتش جافيير ومطاردته لجان فالجان في رواية البؤساء، حتى إن الفنان باري مورس اللي قام بدور جيرارد في المسلسل كان فعلا بحث في رواية فيكتور هوجو البؤساء عن أوجه الشبه بينه وبين المحقق جافيير،
عشان يمسك منها الشخصية اللي أداها ببراعة شديدة. في حين لعب النجم تومي لي جونز دور سام جيرارد بحسب آراء النقاد بثبات وثقة وحرفية ونزعة ساخرة أضفت على الدور بريق علق المشاهد بيه. وبرغم تعاطف المشاهد مع كيمبل إلا إنه من إعجابه بشخصية جيرارد كان عنده نسبة من الارتباط بيه والتعاطف معاه. أما بالنسبة للرجل ذو الذراع الواحدة اللي لعب دوره في الفيلم الممثل أندرياس كاتسولاس، فهو كمان أدى الدور بالحرفية المطلوبة وعلى الوجه الأمثل برغم صغر حجم الدور ومدته على الشاشة. المخرج الكبير أندرو ديفيز مخرج الفيلم صرح إنه بالتعاون مع كتاب السيناريو أضاف بعض الأمور في الحبكة عشان تزيد من جرعة التوتر في سياق الفيلم وفي نفس الوقت تخليه ممتع ومثير من الدقيقة الأولى ولحد تتر النهاية. أما بالنسبة لكيمبل، وبرغم من إنه طبيب مرموق إلا إن زوجته كانت أغنى منه ماديا وبتمتلك بوليس التأمين على الحياة بمبلغ كبير، وبالشكل ده أصبح في سبب مقنع للمحكمة بإدانة كيمبل لأنه مستفيد مباشر من موت زوجته. كمان صنع مؤامرة تورط فيها صديق كيمبل المقرب دكتور نيكلز اللي قام بدوره في الفيلم الفنان جيرون كرايب مع شركة أدوية ضخمة أنتجت عقار له أعراض جانبية ضارة للبشر ومع ذلك ساعد لتسويقه. ولأن كيمبل كان على وشك كشف المؤامرة، قررت الشركة تكليف رئيس أمنها اللي له دراع صناعية بالتخلص من زوجة كيمبل بشكل يورط كيمبل في موتها ويخليه المتهم الوحيد في عين المحكمة. وبالنسبة لجيرارد، فصنع المخرج أندرو ديفيز له فريق كامل بيقوده جيرارد للبحث عن كيمبل وتقديمه للعدالة بغض النظر كونه مذنب أو لا. الأمر اللي عالجه المسلسل بمشاهد حوارية كتير بيعبر فيها جيرارد عن نهمه بتحقيق العدالة بغض النظر عن إدانة أو براءة كيمبل، لأنه مجرد منفذ مش قاضي. في حين اختصر لنا الفيلم كل ده بجملة واحدة تاريخية في مشهد لا ينسى بين هاريسون فورد ولي جونز لما قال لي جونز جملته الشهيرة I don't care. اختيار مدينة شيكاغو كمان عشان تبقى أرض أحداث الفيلم كان اختيار موفق نظرا لجمال المدينة من الجانب المعماري ووجود أماكن كتير تصلح لتصوير مشاهد المطاردات بشكل مثير، حتى إن مشهد مطاردة جيرارد لكيمبل أثناء المسيرة الأيرلندية اتصور أثناء مسيرة حقيقية لعيد القديس جونز استغلوا ديفيس في تصوير الفيلم. وبعد نزول الفيلم في السينمات نجح نجاح مبهر وتربع على عرش الإيرادات لمدة 6 أسابيع كاملة عشان يحقق إيرادات بلغت 368.9 مليون دولار من أصل 44 مليون كميزانية كلية للفيلم. ويرشح الفيلم ل7 جوائز أوسكار من ضمنها أفضل فيلم، ويحصد تومي لي جونز عن دور سام جيرارد جائزتي الأوسكار والجولدن جلوب، ويرشح لعدة جوائز أخرى عن دوره الأيقوني في الفيلم. امتد نجاح الفيلم عشان ينتج منه فيلمين هنديين مقتبسين عنه سنة 1994 و 1995، ومسلسل تلفزيوني قصير على جزئين عرض في التلفزيون الياباني من بطولة النجم كين واتانابي، وينتج فيلم كوميدي مقتبس عنه سنة 1998 من بطولة أيقونة الكوميديا ليزلي نيلسون. فضلا عن إن دخل الفيلم التاريخ بإنه يكون أول فيلم أمريكي يعرض بشكل رسمي في الصين بعد 10 سنوات كاملة من آخر فيلم أمريكي يعرض في الصين وهو فيلم فيرست بلاد، بعد اتفاق شراكة ربحي بين السينما الأمريكية والسينما الصينية. وبالمناسبة فشخصية سام جيرارد وفريقه ظهروا في فيلم مطاردة مثير مستقل سنة 1998 وهو فيلم يو اس مارشالز اللي كان من بطولة تومي لي جونز وويزلي سنايبس وروبرت داوني جونيور، اللي لو حابين ممكن نعمل عليه حلقة لوحده. خلصت حكايتنا النهاردة عن فيلم ذا بيوجيتيف، الفيلم اللي من ريحة التسعينات وأفلامها الجميلة. لسه عندي حكايات كتير عن السينما أحب جدا أشارك حضراتكم بيها. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك جديدنا، ومستني آراء حضراتكم تحت في الكومنتات عن الفيلم وعن أبطاله، واكتبولي إيه أكتر فيلم من حقبة التسعينات بتحبوه وبترجعوا تشوفوه كل فترة. كان معاكم أحمد مرعي من قناتكم قناة صوت السينما. يومكم سعيد وسلام.